مساء الفل. جاي اتكلم معاكم في تجربة شخصية انا مريت بيها في حياتي، يمكن غيري يستفيد منها وما يقعش في اللي انا وقعت فيه. الموضوع بمنتهى البساطة ان انا شغال مخرج في التلفزيون، وكان من حوالي 20 سنة 15 سنة كانت المواضيع ماشية معايا شويتين، وصيت ابتدى يعلى وبقيت شغال، بيقولوا اني كنت شغال مخرج كويس. فكنت بشتغل في قنوات خاصة جنب التلفزيون، وحبة اعلانات واعمل افلام روائي قصير، فالدنيا كانت معايا في بحبوحة. في الوقت ده كان جميع المحيطين بيا بيتملقوني، معنى اصح اللي تلاقيه مثلا بيتودد لك، اللي تلاقيه بيبتسم في وشك، اللي تلاقيه وانت قاعد في المونتاج جايب لك فنجان قهوه وجاي يمسي عليك، اللي لو انت بس طلبت اي خدمه او دردشت مع اي ناس وانت واقف انا عندي مشكله ما في الحته الفلانيه، 5000 واحد يجري ويتسابقوا ان هم يخدموك. عدت الايام وحصلت حبه ظروف بعد 25 يناير لاسباب شخصيه فيا، ان انا ما بعرفش اسوق نفسي شويتين او اروح ان انا اتحايل على حد في الشغل، والاسباب تانية لان زمايلي كبروا وبقوا رؤساء قنوات وليهم اسبابهم الخاصه اللي انا بحترمها. الشغل عندي في القنوات الخاصه قل شويتين، حب اختفى خالص ومبقاش موجود في الحياه، بقيت يا دوبك بشتغل في التلفزيون. وبرضه من تطورات الحياه جه بعض الناس من تحت لفوق ومسكوا قيادات، فاللي زي حالتي كان مطلوب اللي هو يتخسب بيه، يا دوبك يعمل له برنامج ولا اتنين على القد. فابتدى يضيق عليا الحال كمخرج مش كشيء تاني، والحمد لله. ادى بقى لايه يا جماعه؟ ادى ان كل المساعدين اللي كانوا بيطوفوا حواليا وبيتخانقوا وبيتسابقوا على مين يخدمني ومين يتودد لي ومين يقرب لي، كلهم والله كلهم بدون استثناء، انا عارف ان هم لو شافوا فيديو يزعلوا مني بس هي دي الحقيقه، لوجه الله ابتدوا يختفوا. يعني بمعنى صح كان يجي عليك المناسبه ولا العيد تليفونك ما يونش من الاتصالات وكل سنه وانت طيب يا ريس والكلام ده، او رسائل يجيلك من كل فج عميق. دلوقتي لا، خلاص سنه بسنه الرسائل بقوا قليلين، سنه بقوا 5، بقوا 3 رسائل، بقى اللي يكلمك من القرايب وخلاص وخلصت على كده. كل دول اتفضوا. دلوقتي بقيت اوصل لمرحله اشوف الناس على حقيقتهم من الناس اللي هم الافاقين. والله فيهم ناس بقوا يشوفوني في السكه يودي وشه الناحيه التانيه، لما اجي اقعد احسبها هو انت ايه مش قادر تقف تسلم حتى عليا؟ ما هو بقى بالنسبه له الوقت ليه تمن، خساره هضيعه مع الراجل اللي مش هيجي من وراه مصلحه ليه. خلي بالكم يا جماعه، لان طول ما انت معاك الدنيا كلها تتمنى رضاك. معاك بقى قوه سلطه جاه مال زي ما يكون، الناس كلها هتجري حواليك وهتلاقيهم خدامين تحت رجليك. اول ما يختفي يا حلو كل القوه اللي ربنا كان مديها لك في المكانه دي، يبقى قابلني لو واحد منهم وقف في الشارع ووقف يستناك. وما ترجعش ساعتها تلوم نفسك، لان انت عملت الخير لوجه الله وكنت بتساعد الناس دي لوجه الله. ففي النهايه رسالتي ليكم، اعملوا الخير وتعاملوا مع البني ادمين مش على اساس ان هم ملايكه. مش كل واحد بيتودد ليك وتحسب انه بيحبك لوجه الله تبتدي تتمادى في العلاقه معاه. لا، ركز شويتين وشوف هو عايز منك ايه، هو بيعمل ده ليه، عشان ما تتعرضش لنفس الموقف اللي انا اتعرضت ليه، وترجع ساعتها تبقى حزين وتقول ايه الناس جرالها ايه. هم ما جرالهمش حاجه، بس انت ما كنتش شايفهم على حقيقتهم. ده ما يمنعش ان في ناس محترمين ومتربيين ويوم ما بيحبوا يحبوا لوجه الله. فنصيحتي ليكم، اوعوا تقسوا على نفسيكم وتحبوا اي حد جاي يضحك عليكم. لا، ركزوا وشوفوا هو عايز منك ايه الاول. ربنا يصلح حالي وحالكم ويهدينا جميعا ونكون بنعرف نحب لوجه الله، وما نبقاش دايما لينا مبتغى او مصلحه من ورا اللي واقفين معاه. سلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.